بمجرد ما أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن عصام الشوالي معلقا لمباراة شبيبة القبائل والأهلي، وانطلقت الزغاريد على السوشيال ميديا. فرحة عارمة تملكت جمهور الأهلي الزهقان الطهقان القرفان من علي محمد علي. نفسي علي محمد علي يدخل يقرأ التعليقات على السوشيال ميديا. أنا متأكد لو عمل كده هيتكسف يعلق تاني على أي ماتش للأهلي، هيتكسف يفرض نفسه على جمهور مش طايقه. ده من المضحكات المبكيات تعليق واحد كان كاتبه على الخبر بيقول فيه: يا خسارة كده مش هنعرف مساحة وعدد سكان الجزائر. المشكلة إن علي محمد علي بيزعل وبيتقمص من جمهور الأهلي، وبيقول إن عيلته وأصدقائه بيتضرروا وبيتأذوا نفسيا من تعليقات جمهور الأهلي. طب يا ابن الحلال، ما انت اللي فارض نفسك علينا، ما انت اللي بتعين المعلقين في بي ان سبورت، وانت اللي على طول بتعلق على اي ماتشات للاهلي او الزمالك او المنتخب، لدرجة ان جمهور الاهلي بقى فرحان بالفرق العربية اللي في المجموعة رغم صعوبة الفرق العربية عن الفرق الافريقية، لمجرد ان بي ان سبورت هتضطر تحط معلق محايد مش مصري، يعني مش انت ولا المصيبة التانية اللي انت جايبها المتعصب الزملكاوي فوزي. احساسك ايه والمصريين بيحبوا وبيستمتعوا بعصام الشوالي وحفيظ دراجي وخليل البلوشي وفارس عوض، وبيكتموا صوت ابن بلدهم اللي بيتكلم لهجتهم واللي المفروض انه عارفهم وحافظ تاريخهم وانجازاتهم وعارف بيحبوا يسمعوا ايه ومش بيطيقوا ايه؟ اللي بيحصل ده مش بس رسالة تفوق للمعلقين العرب، دي شهادة فشل وخزي وعار للمعلق المصري متمثل في شخصك الكريم. الناس عايزة شخصية، كاركتر، حد فاهم كورة، يدي للماتش طعم، يزود من متعة وإثارة كرة القدم. الناس مش عايزة لت وعجن ورغي وحكاوي القهاوي ومعلومات تافهة أي عيل صغير ماشي في الشارع عارفها، ولو مش عارفها يجيبها في ثانية من تشات جي بي تي. الناس عايزة حياد وإنصاف، مش ترصد وتدليس وتلقيح. الناس عايزة معلومات حقيقية موثقة، مش إشاعات متاخدة من السوشيال ميديا. الناس بتثق في المعلقين العرب لأنهم ببساطة لو أشادوا بلعيب أو انتقدوا لعيب هيبقى فس المستوى، مش لأغراض شخصية وأحقاد مخططة دفينة. اوعى تفتكر ان لما محمد صلاح بيغلط او يخسر الكورة او يعمل ميس باس فتعمل روحك من بنها وتحكي في اي حاجة او تغير الموضوع، ولو حد من لعيبة الاهلي غلط بتبروزه وتفضح اللي جابوه. اوعى تفتكر ان الناس ما بتاخدش بالها من اللي انت بتعمله او بتعدي عليها الحركات دي. جمهور الاهلي ما شاء الله عليه مثقف وواعي وفأسك من زمان. في الاخر يبقى السؤال قائما: احنا في ماتشات المنتخب ربنا بيتولانا برحمته وبنضطر نوطي الصوت ونتفرج واحنا ساكتين وبنرضى بالامر الواقع، لكن ليه فارض نفسك علينا في ماتشات الاهلي؟ الصح حفاظا على مشاعر اسرتك اللي بتتضرر مننا ومن تجاوزاتنا، وحفاظا على صحة وضغط واعصاب جمهور الاهلي. شيل ده من ده يرتاح ده عن ده. يا رب تكون فهمت حاجة. ناس ما عندهاش دم.